اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الليمفوسايت وقلنا إنها 3 أنواع: بي ليمفوسايت، تي ليمفوسايت، والناتشورال كيلر. الناتشورال كيلر بنسميها اللارج ليمفوسايت، بيكون عددها من 10 ل 15%. أما البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت بنسميهم سمول ليمفوسايت. البي ليمفوسايت بتمثل من 10 ل 20% من عدد الليمفوسايت، أما التي ليمفوسايت بتمثل من 60 ل 70% من عدد الليمفوسايت. هنتكلم النهارده عن البي والتي ليمفوسايت بالتفصيل الممل، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهارده. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. دون مقدمات طويلة، كشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقة النهارده. معاكم كابتن أناليسيس. اولا البي ليمفوسايت بتتكون في البون مارو. ركز معايا، بون فيها حرف البي وبي ليمفوسايت يبقى حرف البي، علمها بكده. الستيم سيل هتديني ليمفوبلاست وبعد كده تديني البي ليمفوسايت. طيب البي ليمفوسايت بيحصل لها تطور او ماتيوريشن فين؟ قالك في البون مارو وفي الليمف اورجان وتديني البي سيل. بتتميز البي ليمفوسايت ان اللايف سبين بتاعتها قصيره، اسبوع او شويه شهور قليله، يكتب لك few months. بيحصل لها differentiation وتعطي البلازما سيل والميموري سيل. البلازما سيل هتنتج ليا الانتي بوديز، اما الميموري سيل هنشوفها في حالات الري انفكشن. جميل جدا. في حالات الري انفكشن الميموري سيل هتتحول لبلازما سيل. الفانكشن بتاعت البي سيل او وظيفتها بتدخل في الهيومرال اميونيتي، بتفرز لينا الانتي بوديز. ركز معايا، البي ليمفوسايت بتتميز ان على السيرفس بتاعها، السطح بتاعها، فيه ريسبتور خاصة بالاميونوجلوبين. زي ما قلنا عددها من 10 ل 20% من عدد الليمفوسايت. كمان بتتميز ان عليها immunological marker على السيرفس بتاعها، زي سي دي 19 و20 و21 و22، ودول مهمين جدا في حالات اللوكيميا. جميل، نكمل مع بعض. تعال نتكلم عن التي ليمفوسايت بالتفصيل الممل. بص، هو ايه حرف التي دوت؟ قال لك بص، الليمفوسايت بيحصل لها ماتيوريشن، تطور ونضج فين؟ قال لك في السايمس جلاند. فخدت حرف التي من سايمس حطيتها جنب الليمفوسايت وسميتها تي ليمفوسايت. بتتميز انها عندها لونج لايف سبين، عمرها طويل من 2 ل4 سنين. طيب بيحصل لها differentiation ل3 خلايا. أول خلية اسمها تي هيلبر أو سي دي 4. الخلية التانية تي سيتوتوكسيك أو سي دي 8. الخلية التالتة وهي التي ريجولاتوري. تعال نتكلم عن الفانكشن بتاعت التي سيل. قالك بص يا سيدي، البي سيل بتطلع انتي بادي. قالك قالك اللي بيعمل لها ريجوليشن او ريجولاتوري هي التي سيل، يبقى الوظيفه بتاعتها سيل ميدياتد اميونيتي، بتعمل ريجوليشن للفانكشن اوف بي سيل. جميل جدا. السيرفيس بتاعها بيكون عليه تي سيل ريسبتور. طيب عددها من 60 ل 70% من عدد الليمفوسايت، وبيكون عليها immunological marker على السيرفس بتاعها زي سي دي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، وبرضه دول مهمين معانا في تشخيص اللوكيميات. تعال نتكلم عن انواع التي سيل بالتفصيل. اول نوع عندي وهو التي هيلبر سيل او السي دي 4. ركز معايا، ليها دور مهم جدا في الهيومرال اميونيتي. ازاي؟ قالك بص، لما بيحصل انفكتد للخليه، إيه اللي بيحصل؟ قالك التي هيلبر سيل هتفضل تطلع اشارات مناعيه. طب بص بقى، مريض الايدز بيحصل فيه كارثه. ايه الكارثه؟ قالك لما بتحصل اصابه بفيروس الايدز، اللي هيحصل هنا ان التي هيلبر مش هتشتغل، وبالتالي الجهاز المناعي بتاعي مش هيستجيب، ودي احد كوارث فيروس الايدز. طب تعالى نروح للتي ريجولاتوري او السبريسور تي سيل. دي بتعمل سبريسنج للتي سيل، وبالتالي هتمنع الاوتو اميون ديزيز، تخلي الجسم ما يهاجمش نفسه والخلايا ما تتعاملش على انها خلايا غريبة. كمان بتعمل بروتكت للنورمال فلورا، وبتحافظ على الجنين اثناء الحمل، وان الجسم ما يتعاملش مع الجنين على انه كائن غريب ويموته. يلا نروح للخلية رقم 3 وهي السيتوتوكسيك تي
ليمفوسايت أو السي دي 8 هتمسك دايركت في الأنتيجين عند ال MHC كلاس 1 وتموته مباشرة. طب بص في الحتة دي، أي نيوكليتد سيل خلية موجودة في جسم الإنسان بيكون عليه MHC كلاس 1. جميل. لو حصل انفكتد للخلية دي سواء بفيرال أو بتيومر موجود عندي، اوتوماتيك التي سيل هتزود من ايه؟ من السي دي 8 عليها وترتبط مع النيوكليتد سيل ويحصل لها دايركت ديستراكشن للخلية الانفكتد أو للتيومر سيل. ازاي؟ قالك لما التي سيل بتمسك في الخلية الانفكتد بتعمل ريليز للبورفرين، دي زي الطلقة بتموت الخلية. ازاي؟ قالك البورفرين هيعمل بوز، هيعمل اخرام في الخلية، هيسمح بدخول الماء اللي هي الووتر للخلية وبعد كده الخلية تموت. دي كانت حلقة النهاردة في الليمفوسايت البي والتي ليمفوسايت. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليز.